حوض المنارة، ويسمى أيضا صهريج المنارة، والحدائق المحيطة به من أهم الآثار الشاهدة على الدولة الموحدية. التي حكمت المغرب الأقصى في الفترة الممتدة ما بين عامي 1125 و 1269 للميلاد. كان المرابطون يجلبون الماء من سفوح جبال الأطلس عبر مسافة تبلغ نحو 30 كيلومترا بواسطة نظام الخطارات، وهي شبكة لقنوات تحت سطح الأرض. أمر السلطان الموحدي عبد المؤمن بن علي الكومي ببناء صهريج المنارة الضخم سنة 1157 للميلاد. خصص بادئ الأمر مكانا لتدريب الجنود على السباحة وفنون القتال البحري قبل الذهاب إلى بلاد الأندلس أو التموقع على الساحل لمواجهة هجمات الصليبيين. وقد صمم الصهريج يعيش المالقي عبقري الهندسة في العصر الموحدي، وله الفضل في بناء مسجد الكتبية الشهير. يبلغ طول صهريج المنارة 200 متر وعرضه 160 مترا بعمق 2.5 متر. تحيط به أشجار الزيتون، تسقى من مياهه المجلوبة من جبال أوريكا المحيطة عبر تقنية المجاري الجوفية المسماة الخطارات. في المنارة جناح ملكي يتكون من طابقين، في الطابق السفلي 4 أعمدة عالية وفضاء مفتوح يؤدي إلى شرفة مطلة على البركة المائية أو الصهريج. في الطابق العلوي للجناح الملكي يجد الزائر نفسه أمام غرفتين، إحداهما تطل على حديقة الجناح الملكي، فيما تقودك الغرفة الثانية إلى شرفة مطلة على الصهريج. ويعلو مبنى الجناح الملكي قبة تقليدية ذات شكل هرمي مغطى بالقرميد الأخضر، مزخرفة بنقوش وألوان مختلفة جذابة. صهريج المنارة والحدائق المحيطة به جزء من هوية المدينة، وشاهد على تاريخ مراكش المدينة الحمراء العريقة.